السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد منير من قناه كوره اونلاين. النهارده يا جماعه جايب لكم فيديوهين. الفيديو الاولاني شوبير وهو بيتكلم عن صفقات الاهلي والشناوي امام عاشور ومحمد رضا بوبو، والناحيه الثانيه هنتكلم وبيتكلم عن حسن المستكاوي وبيتكلم مع ابراهيم فايق عن الاحتراف، وطبعا بيرموا عشان خاطر امام عاشور رجع من الاحتراف للنادي الاهلي. نروح نشوف الفيديوهين، وما تنسوش معانا اللايك والاشتراك عشان نجيب لكم كل جديد على قناة كورة اونلاين. فحصري مع شوبير النهارده هقول لك 3 اخبار. ماشي، اما اقول لك اخبار تبقى اخبار. الخبر الاولاني: الشناوي باقي. نعم، الشناوي باقي. محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي باقي. خلاص الموضوع كده انتهى بالنسبه للشناوي، وهو الراجل سعيد وعال عال وزي الفل وتمام التمام، وخلصت الحكايه، خلصت الروايه. ده بس لا استنى، امام عاشور اهلاوي بنسبه 99.9%. امتى الكلام؟ خلال ايام او خلال ساعات. موضوع تقريبا شبه اتحسم نهائيا. بيتم وضع الرتوش الاخيره لانضمام صفقه انضمام عاشور الى النادي الاهلي. الثالث بوبو. الاهلي يبدو انه اخذ خطوه الى الخلف، لانه بقاله فتره والاهلي راغب جدا في الولد والمدرب راغب جدا في الولد، لكن التاخير والتاخير التفاوض وظهور امام عاشور في الصوره يبدو انه غير من الشكل او من المفهوم عند النادي الاهلي في موضوع ضم بوبو، وان كانت رغبه كولر ما زالت قويه في ضم اللاعب حتى هذه اللحظه. لكن الاهلي حاطط نظام او حاطط بادجت معين لضم الولد. اذا ما حصلش خلاص هيتم صرف النظر، لانه الاهلي عايز الولد، نعم، الولد عايز الاهلي، نعم. لسه بقى يعني الساعات الاخيره، هل الاثنين هيبقوا في امام وبوبو الاثنين قريبين في المركز من بعض؟ هنشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. لكنه في نقطه مهمه جدا، موضوع اللعيبه المعاره. ما تردد من اسماء الناس تعود الى النادي الاهلي كلها اجتهادات غالبا لا اساس لها من الصحه، لكنه الاقرب للعوده في كلام رايح وجاي عن محمد مغربي. الشغل في النادي الاهلي في موضوع الصفقات واللي هينضم واللي هيمشي على قدم وساق. ورجعنا لكم تاني بعد ما سمعنا فيديو احمد شوبير وهو بيتكلم عن صفقات الاهلي وامام عاشور 99.9 في النادي الاهلي، وبوبو ممكن ما يجيش بسبب امام عاشور، ومحمد الشناوي خلاص يا جماعة في الاهلي باقي. هيقعد خلاص في الاهلي وهيدوه 17 مليون جنيه عشان يعوضوه عن الاحتراف الخارجي. تعال دلوقتي بقى نسمع حسن المستكاوي وابراهيم فايق وهما بيتكلموا عن الاحتراف، وكان كلام شيق جدا عن مصر هي مسيطرة داخليا، عايزين نسيطر خارجيا. فتعالوا نشوف هم قالوا ايه عن الاحتراف ومحمد صلاح، وما تنسوش اللايك والاشتراك. بص لها من وجهة نظر تانية، انه انا نفسي يبقى في ظهر صلاح وهو موجود دلوقتي 3 4 5 لعيبه. مش عايز نفقد الميزه اللي احنا شايفينها دلوقتي، ان المنتخب على راسه لعيب كبير جدا جدا. خايف في وقت من الاوقات نبقى ارض بور. اللعيبه اللي عندنا كلها ما فيهاش حد سوبر ستار يخض الفرق اللي قدامنا، او بمعنى اصح ممثل لينا للكره المصريه بره. ادينا شايفين محمد صلاح وصل لاعلى حاجه. اخشى ما اخشاه انه الجابه توسع جدا جدا، طبعا فما نلحقش طبعا نواكب طبعا. او نستغل فرصه انه صلاح موجود يعني. بعدين هو احنا بنقول احتراف ليه؟ يعني بامانه، يعني بكل امانه، احنا مسيطرين على افريقيا من جوه. احنا عايزين نسيطر عليها بقى من بره، يعني نروح بقى منها لكاس العالم بقى، كل شويه رايحين طيب. جايين بقى، فيبقى عندنا إيه؟ لما نروح نلعب السنغال ما نلاقيهمش ب 23 مليون لعيب جايبينهم محترفين. طيب. وانا جايب فردتين. فكره الاحتراف ايه؟ اه تدريب احسن. دي فقره حضرتك تسال وحضرتك تجيب. انت تسال والمستكاوي طبعا مع حفظ الالقاب يجيب. اتفضل. انا بسال، انا بسال وانا اللي بجاوب. يعني منتهى الدكتاتوريه. لا، انت عايز تتعلم تدريب احسن، نظام ديسيبلين، هتتعلم الالتزام والنظام.
مفيش هزار. هتنام بدري سيادتك، صحيح. مش هتسهر لغايه الساعه، هي الساعه كام دلوقتي؟ لا احنا مش لعيبه كوره. ايوه احنا مش لعيبه كوره الحمد لله 2 يعني. الا تلت دلوقتي. مش هتسهر لغايه الصبح يعني. أيوة. هتاكل ايه؟ هتاكل كويس. مفيش حاجه اسمها حمام تاكل اللي على محشي. مزاجك. حمام محشي وكوارع ادينا شايفين صلاح بيعمل ايه. بس يعني حاجه مختلفه. فبتكون النتيجه فنيا في الملعب، هيكون اللعيب بتاعنا اكثر رشاقه، اسرع، اكثر لياقه. ده الواحد لما يبقى ال11 كده، هيبقى عندنا منتخب يقدر يروح كاس العالم ويقدر يلعب كوره في كاس العالم بدل ما بيروح يلعب فولي. اللي بعده امام صفقه مفيده للاهلي حيث الاداء الفني، مكان يعوض غياب حمدي فتحي. بص، امام لعيب كويس جدا، يعني بيدافع وبيهاجم وبيعمل المشاوير دي باستمرار. شويت قرار الشوط في ذهنه على طول. اتكلم بصراحه يعني. اتفضل. ما عجبنيش فكره، طبعا في حريات شخصيه، انا مش ضد دول شباب، بس يعني حمدي فتحي، حتى انا ساعات بقول يا حمدي يا اخي اضحك وانت بتلعب، اضحك يعني. حمدي فتحي جد، يعني واخدها يعني ايه، بينزل يشتغل في الملعب ويروح. بينزل يشتغل يعني نزل اشتغل، ما بيهزرش يعني. أيوة. لا بيعمل شعره اصفر، ولا بيعمل شعره مش عارف ايه، ولا بيعمل ايه مش عارف ايه التلفزيون، ولا بيروح للكاميرا لما بيجيب جون يعني. حمدي يعني شخصيته كده، وفاهم النعمه اللي هو فيها، نعمه الاحتراف والشهره والنجوميه والاهلي والشعبيه والبطولات. هو حاجه كده جد يعني. انا عايز ده من امام عاشور بقى، واذا كان هيلعب في الاهلي لازم كده. ده اولا يعني. الحاجه الثانيه، انا معلش، انا عارف ان في احتراف، وان في اللي بيلعب في الاهلي يلعب في الزمالك، واللي بيلعب في الزمالك يلعب في الاهلي. ما حدش يزعل بقى، لان عبد الله السعيد لما راح الزمالك، انا قلت من حق عبد الله السعيد انه يروح الزمالك. خلاص الاهلي ملوش دعوه بيه. ما تزعلش يا اهلي. بس البعض ممكن يقول لك اصل دي صفقه انتقال مباشر، هنا يقول لك لا دي صفقه انتقال عبر لاعب. لا انا بقول لك اللي بيتقال حكايه الكباري بقى، والاصل كوبري ميتلاند، وعندنا كوبري مش عارف بجنبوره، والكوبري مش عارف. لا سيبك من الكباري دي والحاجات دي. المساله امام عاشور محسوب على الزمالك، هيروح يلعب في النادي الاهلي. ما حدش يزعل، وجمهور الزمالك ما يزعلش، وكمان جمهور الاهلي تزعل ليه لما عبد الله السعيد يروح يلعب في الزمالك. طب وتزعل ليه لما رمضان صبحي، بغض النظر رمضان قال الجمل ما كانش يعني خانوا التعبير فيها، لكن من حقه ان هو يختار اللي هو عايزه. خلاص ده احتراف، ما تزعلوش. بيحصل قبل كده، بيحصل احيانا لعيبه زي فيجو مثلا لما يسيب برشلونه ويروح ريال مدريد او فلان، تسمى الخاين ده ما كانش بيعرف يلعب في كاتالونيا. طبعا بتحصل حالات نادره، بس احنا بنشوف ده اتنقل انتقال مباشر. بس احنا بنشوف العالم كله لعيبه رايحه هنا بتلعب في انجلترا، وبتروح من ليفربول لمانشستر سيتي وهكذا يعني.